بيبدأ فيلمنا بدولفين اسمه سنوبول، وبيكون بيلعب ومش بياخد باله انه بعيد عن مامته، وبيروح عند كهف ومن فضوله بيدخل جوه الكهف وبيقابل جوه اخطبوط شكله مرعب، وبيقول الاخطبوط ان لو كان عارف قوانين البحر كويس ما كانش جه هنا، وبيفضل الاخطبوط يجري وراه ويضايقه بمجسات. فوقتها سنوبول بيعتذر له وبيقول له ان هو كان بيلعب، وبيكون عاوز سنوبول يطلع على سطح البحر عشان يقدر يتنفس، ولكن الاخطبوط بيفضل يشد فيه ويضايقه ومش بيكون عاوزه يطلع. فبيفضل سنوبول ينده على مامته عشان تيجي تساعده، بمجرد ما مامته بتسمع صوته بتروح بسرعه عشان تساعده، واول ما الاخطبوط بيشوف مامته بيسيبه بسرعه ويطلع يجري. ومامته بتتكلم مع سنوبول وبتقول له انها حذرته ان هو ما يقربش من المنطقه المحظوره، وبيستغل الاخطبوط ان هم مش واخدين بالهم وبيطلع على رفعه كانت شايله انابيب وبيفكها عشان تقع عليهم، فبيحاولوا انهم يتفادوها وبيدخلوا جوه انبوبه منها عشان يخرجوا من الجهه التانيه، لكن لسوء الحظ الانبوب ده بيتحشر بين الصخور وسنوبول هو اللي بيطلع بس، ومامته بتفضل محبوسه جوه. وبيكون وقتها سنوبول عايز يطلع على سطح البحر عشان عايز يتنفس، فمامته بتقول له ان هو يسيبها ويطلع بسرعه، فبيعوم بسرعه عشان يطلع على سطح البحر. فبيظهر قدام الاخطبوط وبيوقفه وبيقول له ان هو بيكره الكائنات اللي بتتنفس. فوقتها سنوبول بيقول له ان في حاجه كبيره هتقع عليهم من فوق، لكن الاخطبوط بيستهزأ بكلامه، لكن فعلا بيظهر شيء عملاق زي قوقعه كبيره وبيقع على الاخطبوط. ووقتها سنوبول بينتهز الفرصه بيطلع على سطح البحر عشان يقدر ياخد نفسه، وبسبب القوقعه دي قدرت مامة سنوبول انها تخرج من الانبوب وبتدور على ابنها، وبتلاقي سنوبول جاي لها وفي ايده عيل صغير وبيقول لها ان هو لقاه واقع من القوقعه العملاقه. ولما بتلاحظ مامة سنوبول ان الطفل عاوز يتنفس بتاخده بسرعه على سطح الميه، وبعدين بتاخده تحت، وجميع الكائنات البحريه بتبقى قاعده ومتجمعين عشان يعرفوا نوع الكائن ده ايه، وبيبقوا مستغربين من شكله جدا ومش عارفين يحددوا هو ايه بالظبط، وفي نفس الوقت خايفين يخلوه معاه اصل يطلع خطر عليهم. ولكن بيظهر سلحفة وبيبان ان هو القائد بتاعهم، ولما بيشتلوا بيحس ان هو طيب ومش هيأذيهم، فبيقرر ان هو يسيبه يتربى وسطهم، لكن بيفكرها دايما ان هو يحتاج انه يتنفس زي الدلافين بالظبط. وبيبدأ ان هم يقضوا وقتهم كلهم سوا وسط لعب وهزار، وبيقابلوا مخاطر كتير في حياتهم، لكن نانا مامة سنوبول بتبقى عينيها عليهم دايما لحد ما بيعدي سنين وبيكبر الطفل اللي هو بقى اسمه توم، وبيبقى توم مرتبط جدا بسنوبول لحد ما في يوم من الايام وهم بيلعبوا سوا بيلاحظ ان هو ما عندوش زعانف زي سنوبول، وبيسأله هو ليه ما عندوش زعانف زيهم، فبيقول له الحقيقة وبيقول له ان هو مش دولفين زيهم، وان هو لقاه زمان في القوقعة اللي وقعت في الوادي الاسود. فبيرد عليه توم وبيقول له انه كان حاسس من زمان ان هو في حاجة مختلفة. وقتها توم بيطلب ان هو عايز يروح للوادي الاسود عشان يشوف القوقعة اللي وقعت دي. وقتها سنوبول بيتوتر لان مامته لو عرفت ان توم عرف الحقيقة وكمان هيروح الوادي الاسود هتتضايق منه جدا، ولكن بيمشي معاه. بيروح الوادي الاسود ولما بيقربوا بيلاقي انها مش قوقعة ولا حاجة، حطام طيارة وقعت في البحر، ولما بيفتحوا الباب الطيارة دي وبيدخلوا جواها في نفس الوقت بيخرج الاخطبوط. وفي الوقت ده توم وسنوبول بيبدأوا ان هم يكتشفوا المكان، وبيلاقي توم سلسلة عليها صورة واحدة ست وبيقول ان دي شكلها مامته وبيلبسها في رقبته، وبيلاقي عوالق كتير بتطير حواليهم، ولما بياكلوا منها بيغيبوا عن الوعي وبيبداوا يتخيلوا حاجات غريبه. ولما بيفوقوا بعدها بيلاقوا ان هم رجعوا البيت تاني وبيبداوا يتكلموا عن العوالق دي وقد ايه كانت حلوه، وبتبقى مامتهم قاعده وراهم وبتسمعهم وبتروح تواجههم وبتتعصب عليهم عشان هي منعتهم كذا مره ان هم ما يروحوش المنطقه المحظوره. فبيقول لها توم ان هو عارف الحقيقه وانها ما تبقاش مامته، وبيتضايق منها وبيسيبها وبيروح للوادي الاسود لوحده، لكن مامته وسنوبول مش بيسيبوه وبيروحوا وراه. ولما بيوصلوا هناك بيشوفوا ان المكان بقى شكله متغير وان في نباتات حاده شكلها غريب بقت موجوده. فبتقول له مامته ان هي هتنزل عند الطياره تحت وتدور على صوره البنت اللي موجوده في السلسله، واول ما بتنزل النباتات بتبتدي ان هي تقفل عليهم فوق، وبيظهر الاخطبوط عند مامته تحت وبيحبسها في الطياره. ولما بيحاولوا انهم ينقذوها وقتها توم بيفقد الوعي بسبب قله الاكسجين، فبياخدوا سنوبول بسرعه وبيطلعوا على سطح البحر عشان يتنفسوا، وبعدها بيروحوا بسرعه للسلحفه وبيحكوا لها اللي حصل، فبتقرر انها تساعدهم وبتجمع كل الاسماك عشان يساعدوهم. وبعدين بنشوف الاخطبوط وهو جاي ليهم في المكان بتاعه وبيبقى حجمه كبير جدا على غير العادي، وبيروح يهجم على سنوبول، وبعدين بيوصل لبقيه الاسماك وبينشر الحبر بتاعه بينهم وبيخلي كل السمك تحت سيطرته هو، وبيمسك السلحفه وبيقول له ان هو عاوز يحكي قصه قصيره، وبيقول له انه في يوم من الايام كان في اخطبوط وقعت عليه قوقعه كبيره واتحبس جواها سنين كتير وما كانش عنده اكله خالص، فاضطر ان هو ياكل من العوالق اللي كانت بتبقى موجوده، وفضل ياكل منها لحد ما حجمه اتضاعف وبقى بالشكل المرعب ده، والحبر بتاعه قادر ان كل اللي يتنفسه يبقى تحت سيطرته، وان هو ما قدرش يطلع من القوقعه دي غير لما سنوبول وتوم هما اللي فتحوا باب الطياره، ووقتها اتحرر. فوقتها سنوبول وتوم عايزين يروحوا عشان ينتقموا منه، فبيروح الاخطبوط بيمسك توم في ايديه وبيقول
وبيقول ان هو مش من البشر ومن الاحسن ان هو يطلع على سطح البحر يتنادي على اهله. وبيشوف مركبه معديه على سطح البحر وبيكونوا بيصطادوا، فبيجي الاخطبوط فكره ان هو يحدف توم فيها، وفعلا بيدي اوامر لحد من الاسماك اللي هو سيطر عليهم وبياخدوا توم وبيروحوا عند المركبه وبيحطوه في الشبكه. تاني يوم بنشوف الصيادين وهم اخدين توم معاهم وبيسيبوه نايم لحد الصبح. وتاني يوم توم بيصحى وبيبقى جعان جدا، فبيلاقي اكل جنبه ويقعد ياكل، وبعد كده بيحاول ان هو يهرب. ولما الصياد اللي هو مورفريد بيشوفه بيمنعه وقتها، ولكن توم بيصمم ان هو يمشي فبيسيبه يمشي براحته. ولما بيمشي توم بيلاقي ان كل الدلافين مرميه على سطح البحر، ولما بيسأل في ايه بيقولوا ان سنوبول هو السبب، وبيروح يجري على سنوبول بسرعه عشان يفوقه، وبيفتكر وقتها يعني ان هو مات. ولما بيفوق بيفرح جدا وبيسأله عن مامتهم نانا، فبيعيط سنوبول وبيقول له ان مامتهم ماتت، وبيبقى هما الاتنين قاعدين زعلانين جدا. وبعدين بيسألوا توم هو ايه اللي جابهم هنا، فبيقول له ان هما كانوا بيهربوا من الاخطبوط عشان هو بقى بيسيطر على كل اللي في البحر بالحبر بتاعه. فبيقرب منهم الصياد اللي هو مورفريد وبيستغرب ان توم بيعرف يكلم الدولفين. وقتها هما الاتنين بيخافوا جدا منه وبيحاولوا انهم يبعدوا عنه، ولكن لما بيحس مورفريد ان الدولفين عايز يروح الميه بيحاول يساعدهم وبيدخله البحر تاني. وقبل ما بيمشي بيقول له ان هو يعرف مكان مامته اللي صورتها موجوده على السلسله وممكن يقدر يوصله ليها. فوقتها توم بيودع سنوبول عشان يروح يشوف مامته، وبيروح مورفريد يدخل مكان، والمكان ده بيبقى فيه بحاره كتير، وبيقول للكبير بتاعهم اللي هو اسمه ماجد ان هو لقى ولد برمائي، فكلهم قعدوا يضحكوا عليه. وبيرد عليه ماجد بيقول له ممكن يستغلوا الولد ده في مسابقه صيد المحار. وبعدين بنشوف توم وهو لسه صاحي من النوم ومش بيبقى عارف يمشي على رجله، وبيلاقي ان باب الاوضه بتاعه مقفول، وبيحاول ان هو يبص من بين الخشب كده، وبيشوف واحده ست معاها بنت صغيره، والست دي تبقى مرات مورفريد، وبتبقى مستغربه هو ليه جوزها مش موجود في القهوه بتاعته، وبتقول له ان هو من ساعه ما السفينه بتاعته غرقت وهو عاوز يجيب سفينه لنفسه باي طريقه. وبعدين بنشوف توم وهو بيحاول يهرب من الاوضه وبيخرج بره في السوق، وبعدين بنشوف وهو ماشي بيسمع ان في حد بيطلب مساعده، ولما بيتلفت حواليه كده بيلاقي ان طلب المساعده ده من سمكه موجوده في حوض سمك، وبتبقى مستغربه السمكه ان توم فاهمها، وبتقول له ان هي عايزه تهرب من هنا عشان البشر ممكن يموتوها زي ما عملوا في بقيه السمك اللي قبل كده. فبياخد توم حوض السمك وبيفضل يجري بيه، وقتها البياع بيشوفه وهو بياخد حوض السمك وبيفتكر ان هو حرامي، وكل البياعين بيطاردوه وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما توم بيحدف حوض السمك في الميه. ولسوء حظ السمكه انها بتفضل جوه حوض السمك لكن على البحر. ووقتها البياعين بيمسكوا توم وبيودوه لمورفريد، ومراته وقتها بتبقى موجوده هناك وبتفهم ان جوزها بيستغل الولد الصغير ده. بيقولها مورفريد ان هو عارف مكان مامته، فبترد عليه وتقول له بس هما ما يعرفوش اذا كانت عايشه ولا ميته. وبعدين بتعدي الايام وتوم بيفضل عايش مع مورفريد ومراته وبنته الصغيره، وبيبقى مبسوط بصراحه وهو عايش وسطهم. وبنشوف ان مورفريد اشترى مركب صغيره وبياخد توم معاه عشان يعلمه على جنب المحار، وبنشوفهم هم قاعدين جنب بعض بيصطادوا، وبيبقوا قاعدين جنب البرج بتاع الصياد العجوز. ووقتها مورفريد بيقول له انهم لو كسبوا في المسابقه هيوديه لمامته اللي موجوده في الجزيره الحمراء، بس هو ما يعرفش اذا كانت عايشه او ميته. فوقتها توم بيفضل يبص للسلسله اللي في ايده وبينط في البحر، وبيروح لسنوبول وبيقول له ان مورفريد هيخليه يدخل في مسابقه وهو لو كسب هيقدر يشوف مامته. وقتها سنوبول بيفرح جدا وبيقرر ان هو يساعده. وتاني يوم بيتدربوا مع بعض على جمع المحار، وبيجي يوم المسابقه وبنشوف ماجد وهو جايب السفينه بتاعته العملاقه وبيبتدي يعرض المتسابقين بتوعه، وكل واحد بيبقى ليه اسم معين. واول ما توم بيشوفهم بينزل تحت الميه وبيدي الاشاره لسنوبول ان هو يستعد معاه، واول ما بيلاقي ان كل المتسابقين الاربعه نزلوا تحت الميه بينزل هو كمان، وبيبداوا ان هم يتجمعوا المحار، وبيتفاجئوا البحاره انهم شايفين توم نازل في اعماق الوادي الاسود، وفي نفس الوقت بيكون في تحت غواص بيدور على حاجه معينه، وبيتفاجئ لما بيشوف توم وسنوبول وهم بيغوصوا في اعماق البحر. وبعدين السلسله بتاعه توم بتقع منه وبيشوفها الغواص، ولما بيشوف الصوره اللي عليها بيتفاجئ، وبنشوف ان كل المتسابقين جمعوا المحار كتير قوي، وواحد منهم بيقول ان توم ممكن يموت كده عشان بيغوص في حته عميقه في البحر. وقتها مورفريد بيطمنهم وبيقول لهم ان هو كويس. وبنشوف توم وسنوبول وهم يجمعوا المحار، بس المحار ده بيبقى مختلف عن الباقي. وقتها ماجد بيقول ان هو يرفع الرهان، وبيقول لو توم عرف يجمع محار كتير هياخدوا السفينه ليهم، ولو البحاره المتسابقين اللي معاه جمعوا اكتر هياخدوا من مورفريد القهوه بتاعته. وبيوافق مورفريد عشان بيبقى واثق ان توم هيجمع محار اكتر. وبعدين بيخلص الوقت وبيطلع توم وبيتفاجئ ان هو ما قدرش يجمع غير 5 محارات بس. وقتها بيقول له ماجد ان هو كده خسر القهوه بتاعته وبيسيبه ويمشي. فوقتها توم بيفاجئ مورفريد بشويه لؤلؤ، وبيتفاجئ مورفريد اكتر لما بيلاقي ان كل محاره جواها لؤلؤه، فبيتبسط جدا لان سعرهم بيبقى غالي، وبقى يحلم بنفسه هو غني ويقدر يشتري كل اللي نفسه فيه. في نفس الوقت
بيتحدف عليه خطاف وبيشدوا المركب بتاعته، وبيلاقي نفسه موجود على سفينة قراصنة ستات وهم اللي خاطفينه وبيسألوه عن اللؤلؤ، فبيرد عليهم توم بكل براءة وبيقول ان هو اكلهم. وبيكون سنوبول واقف بيراقب مركبة القراصنة من بعيد، وبعدين بيشوف له غواص وهو بيستخبى في المركبة بتاعت مورفريد وبيبقى مستغرب جدا هو ليه بيعمل كده. وبعدين بنشوف القراصنة وهم بيفكروا ازاي يطلعوا اللؤلؤ من بطن مورفريد، وبيدوله فاكهة معينة وبيقولوا ان بعدها يدخل الحمام، ولانه خايف طبعا منهم اصل يموتوه فبياكلها. وبعدين بيشغلوا اغنية معينة وبيبداوا ان هم يهيصوا عليها، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان مورفريد بيغني معاهم وعارف الاغنية دي، وان محدش يعرف الاغنية دي غير 4 بس، فبيغموا عليه بسرعة وبيقرروا ان هم ياخدوه للرئيسة بتاعتهم. وبيبقوا ماشيين في جزيرة اسمها الجزيرة الحمراء، وبيبقوا متفاجئين اكتر ان مورفريد بيبقى عارف الجزيرة دي شبر شبر حتى وهو مغمض عينيه وكأنه جه هنا قبل كده. وبعدين بنشوف البحار اللي كان في المركبة بتاعت مورفريد، واللي بيتضح بعدين ان هو نفس الغواص اللي كان تحت المية. وبعدين بنشوف مورفريد والقراصنة اخدينه جوه، وبيبقى توم ماشي معاهم، وبتظهر ست عجوز اسمها زارا وبتقول لمورفريد ايه اللي خلاك تغيب عننا كل ده. فبيقاطعها مورفريد وبيقول لها ناهد لسه عايشه ولا لا، وبتقول له انها عايشه بس لسه في غيبوبه وما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتعيط. وبنشوف توم وهو عمال يستكشف المكان لحد ما بيشوف واحده ست نايمه وحوالين منها بحيره من الدموع، ولما بيقرب منها بيكتشف ان هي دي مامته. ولما بيقعد مع الست العجوز وبتقول له ان مورفريد هو اللي جاب مامته هنا بعد الحادثه اللي حصلت من 10 سنين عشان تتعالج، وبيفتكر مورفريد اللي حصل وقت ما المحرك بتاع الطياره انفجر واتصدم بالسفينه بتاعته ودمرها بالكامل. وبتقول لزارا ان مامته صعب جدا ان هي تفوق من الغيبوبه بتاعتها، وان هي ملهاش اي علاج، وان الدموع اللي بتنزل منها دي بتقدر ان هي تقضي على اي سموم. وفجاه بيدخل البحار عليهم وبيقاطعهم ويقول لهم ان هو عارف ترياق هو اللي قادر يشفيها، والترياق ده موجود في حطام الطياره اللي وقعت في البحر، وان هو بقاله سنين كتير بيدور على حطام الطياره دي عشان ياخد منها الترياق لكن ما قدرش انه يوصل لها، وبيقول ان مفيش حد يقدر يوصل لها غير توم وبمساعدة الدولفين بتاعه. ولكن وقتها زارا بترفض عشان مش عايزة تعرض حياة توم للخطر، وبصراحة كده ما بتبقاش مطمنة لوجود البحار ده وسطهم. ولكن وقتها توم بيكون عاوز برضه ينقذ حياة مامته. وبعد ما الكل بينام بيتسحب توم وبيروح مع البحار عشان ينزل يجيب الترياق، وهو ماشي معاه بيشاور له على المكان بتاع حطام الطيارة، وبينزل تحت البحر وبيقول لسنوبول ان هو عايز يروح الوادي الاسود عشان يقدر يجيب الترياق ويشفي مامته. وبيساعد سنوبول وبينزلوا تحت البحر وبيشوفوا السلحفاة العجوز وبيحذروا من ان هم ما يتنفسوش من الحبر بتاع الاخطبوط عشان ما يقدرش يسيطر عليهم. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للوادي الاسود، وبيلاقوا ان المكان هناك بقى مرعب جدا وكل الاسماك تحت سيطرة الاخطبوط اللي بيبقى قاعد بيرقص ويغني ولا على باله، وبيتسحبوا من ورا الاخطبوط من غير ما يحسوا وبيروحوا لحطام الطيارة وبيمشوا ورا العوالق لحد ما بيوصلوا للترياق، وبياخدوا توم وبيطلع يوديه للبحار. واول ما البحار بيمسكه بيبان ان هو شرير وبيشيل اللحية بتاعته وما بيبقاش عجوز اصلا، وبيزق توم في البحر وبيهجم عليه. فوقتها توم بيتعصب جدا وبيقف على الدولفين وبيطلع يهجم على البحار، ولكن وقتها بيزقه وبيوقعه في المركب، وبيبتدي ان هو يحكي له ان هو يعرف باباه ومامته من زمان وبيحكي له حكايته. وفي نفس الوقت بنشوف ان مرات مورفريد موجوده في برج البحار ده وبتكتشف المكان بنفسها، وبيبتدي البحار يحكي وبيقول ان مامتك وباباك هم اللي اخترعوا الترياق ده عشان يتحكموا في حجم الاسماك، ولكن لما كبرت بقت عدوانيه اكتر وتقدر تأذي اي حد لدرجه انها تسببت في موت والد توم. ولما مامت توم حست ان ده خطر عليهم قررت انها تاخد الترياق ده عشان تبعده عن ايد اي حد عشان ما يضرش التاني. ووقتها بيضرب البحار ده على الطياره اللي راكبه فيها مامة توم، فبيحصل الانفجار ده وبتقع في البحر. ووقتها بيزعل توم جدا لانه بيعرف ان السبب في كل اللي هو عاشه البحار ده. وقتها البحار بيستهزأ بكلامه وبيرمي شويه من الترياق ده في الميه، وبنشوف الاخطبوط وهو حجمه اكبر وبيطلع بره الميه، وبيبقى البحار ده واقف فوق منه. والبحار ده وقتها بيقدر يسيطر على الاخطبوط وبيحاول ان هو يموت توم، ولكن وقتها سنوبول بياخده ويغوصه تحت الميه، وبنلاقي ان سنوبول تعب لانه بدأ ان هو يتنفس من حبر الاخطبوط، وبياخده وبيرجع بيه على الجزيره تاني، وبيقول لهم هناك ان البحار بيحاول هو والاخطبوط انهم يسيطروا على البحر كله بالترياق اللي معاهم. وبيشوف سنوبول وهو تعبان فبتطلب ساعتها زارا بسرعه ان هم يروحوا يجيبوا ليها من دموع ناهد عشان يقدروا يشفوا سنوبول. وبعدين بتقول لهم زارا ان حتى لو هم استولوا على البحر فدموع ناهد تقدر تشفي كل اللي هم يعملوه.
يعملوه، وان نفس العلاج ده موجود في دم توم. وبعدين بنشوف سنوبول وهو بيشرب من الدموع ناهي، وفعلا بيرجع لطبيعته تاني. وبنشوف ان البحر بدأ يتحول للون الاسود، فبيروحوا يفتحوا مجرى الدموع بسرعة عشان تتدفق المية للبحر. ووقتها توم بيقرر ان هو يروح يواجه الاخطبوط بنفسه، وبيركب على ظهر سنوبول وبيطيروا في المية. وبنشوف مرات مورفريد وهي جايبة كل العيلة عشان يساعدوه، وبنشوف كل الدلافين تحت المية وهم متجمعين مع سنوبول عشان يساعدوه. وعلى الجانب التاني بنشوف البحار والاخطبوط مع كل الاسماك اللي هو مسيطر عليها، والاتنين بيبقوا بيتواجهوا ببعض. وبعدين بنشوف سنوبول وهو وتوم وهم بيحاولوا يستدرجوا الاخطبوط والبحار للمية اللي فيها علاج، ولكن وقتها البحار بيحس ان هم بيخدعوه، فبيوقف الاخطبوط على اخر لحظة. لكن بقية الاسماك اللي عدت بتكون بقت كويسة وخرجت بره سيطرتهم. وبيقول لهم توم ان هم يحاولوا يشتتوا الاخطبوط عشان يقدر يحط الترياق في بقه، وبيحاولوا انهم يخلوا سمكة القرش تعضه عشان يفتح بقه، لكن مش بيلحقوا ان هم يحطوا الترياق في بقه. ينزل البحارين وبيبدأوا ان هم يهجموا على الاخطبوط، ولكن وقتها البحار بيتضايق وبيحط الترياق اكتر في بق الاخطبوط، ووقتها حجمه بيتضاعف اكتر واكتر وشكله بقى مرعب ويخوف، وخرج بره المية خالص. وبيمسك البحار نفسه وبيرميه في بقه هو والترياق، ووقتها بينزل تحت المية عشان يروح للجزيرة. وبنشوف البرق وهو بيضرب الوقود اللي موجود في المية، وبيبقى فيه نار حوالين البشر، والدلافين بتحاول ان هي تساعدهم وتخرجهم بره البحر. وبعدين بيبص توم على الاخطبوط اللي بيبقى طالع على الجزيرة، وبيبقى زعلان جدا لانه حاسس ان هو السبب في كل اللي بيحصل. وبيلاحظ ان مناخيره بدأت تنزف تاني، فافتكر ان العلاج في دمه برضه، فاخد سنوبول وخلاه يوديه عند الاخطبوط، ودفعه دفعة قوية عشان ينط على الاخطبوط. ولما الاخطبوط شافه وهو جاي من بعيد فتح له بقه، فوقتها الدم نزل فوق الاخطبوط. وبعدين بنشوف اهل الجزيرة وهم كلهم مبسوطين ان توم قدر ان هو ينقذهم، ولكن في نفس الوقت زعلانين ان هو ضحى بنفسه. فبيروح مورفريد عشان يدور عليه في المية، وبنشوف توم وهو نازل في اعماق البحر، وبيكون فعلا مش قادر انه يتنفس وخلاص هيموت. وبنلاقي ان في نجوم كتير متجمعة حواليه، وبنشوف مامته وهي ماسكاه وبتسلمه لسنوبول. ياخدوا سنوبول بسرعة وبيوديه للمركب بتاعت مورفريد، واللي بيفضل يضغط على صدره لحد ما بيفوق تاني. بيبقى مورفريد فرحان جدا وكل اهل الجزيرة ان توم طلع لسه عايش، وكل حاجة بترجع لطبيعتها تاني. وبنشوف توم وهو قاعد يلعب مع سنوبول على المية، وبيبقى مورفريد عمال يحكي للناس عن توم وعن اللي عمله وازاي انقذهم من الاخطبوط. كده يبقى فيلمنا خلص. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وكومنت لو عجبكم عشان يوصلكم كل جديد. سلام.